قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الأفلام الجديدة. ويلا بينا على الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع بوني واللي بتنزل عند قاعدة عسكرية عشان تدخل الحمام، وساعتها بيضرب جهاز الإنذار، وساعتها بنشوف جاكي واللي طالع ببلة غريبة جدا عشان يهرب وينط من الشباك لبره، والحراس بتحاول تمسكه لكنه بيهرب منهم بسرعة وبيعدي من تحت العربيات بكل مهارة لحد ما خرج من القاعدة العسكرية، والعربيات بتطلع وراه عشان تطارده، وهو لسه مكمل زحلقة على الطريق لحد ما شافهم قافلين عليه الطريق من تحت والباقي جاي من وراه، ولما عدوا جري وراهم عشان يدخل تحت العربية ويمشي معاهم لحد ما وصل عند العربيات اللي واقفة وطلع بسرعة من تحت العربية وضربهم، وبيكمل جري لكنه بيلاقي العربيات جايه عليه، وفي اخر لحظه بيقدر يلحق نفسه وبيتفاداهم بكل مهاره، وبيشوفهم وهم عاملين له كمين تحت، ولقى واحد جاي وراه بموتوسيكل فشقلبه ومسك فيه وزحفه معاه وقلب موتوسيكل التاني، فبيلاقي 2 تانيين جايين وراه والباقي بيضرب عليه نار، فبيكمل جري وبيدخل ماسوره وبيطلع عشان يلاقي الطياره بتاعت فريقه اللي كانت مستنياه، وبعدها بنشوف جونسون واللي كان قاعد في اجتماع مع شركه AMB واللي كانوا بيخططوا لسرقه كبيره عباره عن 12 تمثال صيني عشان يبيعوها في مزاد كبير، وقيمه الواحد فيهم هتوصل ل 8 مليون دولار، وبيقول صاحب الشركه لجونسون انه يؤمر جيسي فورا انه يبدا البحث عن التماثيل دي، وليه مليون دولار على كل تمثال يجيبه، ولو جاب اهم تمثال وهو راس التنين ليه 10 مليون دولار، وبيقبل جيسي المهمه طبعا واتنكر وعمل نفسه صحفي عشان يخلي الباحث عن الاثار ده يحكي له قصه الرؤوس، وبيدخل المكان وبيقول له انها كانت موجوده من زمان في قصر الامبراطور في الصين، واللي كانت عباره عن تماثيل كامله، لكن حصلت حرب والاجانب اقتحموا القصر وسرقوا رؤوس التماثيل، وبيدخلوا المتحف وبيفرجوا على التماثيل التقليد وبيمنعوا انه يصورهم، ولما بيسالوا لو ينفع يلمسهم فبيوافق، لكن جاكي بيكون بيعمل مسح للرؤوس عشان يبعتها للفريق بتاعه عشان يصنعوا فورا نسخه من راس الفار وراس الارنب بعد ما عرف ان التماثيل الاصليه موجوده في باريس، وبعدها جاكي بيعمل نفسه صحفي تاني عشان يتعرف على واحده اسمها كوكو واللي شغاله في البحث عن الرؤوس هي كمان، واللي بيجمع منها معلومات لكنها بتمنعه برضه من التصوير، لكن على مين بيكمل تصوير عادي بالساعه بتاعته وبيمشي بعدها، وبيوصل للمكان اللي فيه التمثالين الاثنين وهم بيراقبوا المكان لحد ما صاحب القصر بيمشي، وزمايله بيعطلوا كاميرات المراقبه عشان جاكي يدخل القصر ويتتبع الاثار لحد ما عرف ان في حاجه ورا المكتبه، ونجح فعلا انه يلاقي الخزنه، وهو بيحاول يعرف الرقم السري، عمال النظافه بيدخلوا المكتبه فبيطلع يستخبى عشان ما حدش يشوفه، وبعدها قدر يرتب الارقام السريه للخزنه، وبعد ما العمال خرجوا فتح فعلا الخزنه واللي بتكون مليانه تحف واثار، وبيلاقي راس الفار وراس الارنب، والمفاجاه انه كمان بيلاقي لوحه الازهار اللي كان بيدور عليها في القاعده العسكريه، وهو خارج بيلاقي صاحب القصر في وشه ومعاه كوكو، فبيحاول يهرب بسرعه، ولما الكلاب بتجري وراه بيطلع فوق القصر، لكن اول ما ينزل بيلاقي الكلاب وراه، وهو بيحاول يهرب لحد ما بيدخل متاهه من الاشجار وهو محتار يخرج منين، فبيمشي بالحظ ولكن حظه بيلاقي الكلب في وشه، ولما بيعتقد انهم مش شايفينه بيطلعوا يجروا تاني وراه، فبيحاول يطير عشان يطلع فوق المتاهه لكنه بينزل تاني على المتاهه وبيلاقي الكلاب في وشه، وباقي الكلاب بيلاقيها قدامه وهو بيحاول يخوفهم عشان يمشوا، فبيضطر يمسك واحد ويرميه بعيد وبيحاول يبعد التاني عنه، وفجأة بيلاقي الكلاب كلها مشيت وهو فرحان، لكنه بيلاقيهم جايبين اصحابهم وجايين عليه، واخيرا بيقدر يطير فوق المكان وبيخرج بره القصر، وبيلاقي كوكو قدامه وفجأة بتدخل فيها عربية وهو طاير، وتمثال من الاتنين بيقع جوه العربية بتاعت كوكو، وهو بياخد التاني وبيهرب، وبعدها بيروح لها وبيقول لها ان هو رئيس منظمة الآثار اللي بتراجع الآثار المسروقة للدول اصحابها، فبتصدقه، وساعتها بتوصل العصابة بره المكان، وزميله سيمون بدأ يعطلهم كلهم وحاول يضربهم لوحده، فبيسمعهم جاكي وبيطلع يوقع واحد منهم ويحاول يضربهم، لكن ساعتها الشرطة بتوصل للمكان، ولما بياخدوهم الشرطة بتعرف ان كاميرات المراقبة كانت عطلانة ومفيش اي دليل عليهم، فبيفرجوا عنهم، واول ما يخرجوا بيلاقوا واحده اسمها كاترين واللي كانت مهتمه هي كمان بالاثار، وبتديله الكارت بتاعها وبتدعيهم يزوروها في القصر بتاعهم، ولما بيروح جاكي معاها بيتفاجئ ان راس الديك موجود عندها، وبتحكي لهم كاترين حكايه جدها الكبير واللي كان مهتم جدا بالاثار وهو اللي لقى راس الديك، لكنه اختفى فجاه وهو كان في رحله، وبتطلب من جاكي انه يدور عليه، وبتوري له اللوحه اللي كان راسمها قبل ما يختفي، وهم عايزين يسرقوا راس الديك دلوقتي، وكوكو بتقول لهم ان اللوحه دي اصليه ومسروقه من الصين، وكاترين بتقول لها ان جدها فعلا هو اللي جابها من الصين، وكوكو بتبقى عايزه تاخدها وترجعها لبلدها، لكن كاترين بترفض، وجيسي بيحاول يهديها وبيقول لها ان الكلام ده كان من زمان، وديفيد بيشاور لجاكي بسرعه عشان لقى الصوره اللي موجود فيها كل التماثيل، وبيطلع على كاترين وبيقول لها ان هو موافق يدور على السفينه المفقوده اللي كان فيها جدها، لكن لازم نفضل هنا يومين عشان نعرف اكتر عن جدك، فبتوافق، وكوكو بتقول لهم ان هي عندها فكره وانها تعرف مكان تمثال تقليد لراس الديك عشان ترجع التمثال الاصلي للصين، وجاكي طبعا الخطه بتيجي على هواه عشان يسرق التماثيل، وبداوا الخطه ودخلوا راس التقليد في البلالين، وثواني سرقوا الاصليه وحطوا التقليد مكانها، وطلعوا التمثال الاصلي مع البلالين تاني عشان يبعتوا ال3 تماثيل مع جونسون ويرجعوا يكملوا البحث عن باقي التماثيل، وبيحاولوا يعرفوا المكان اللي كان في الصوره اللي كان فيها باقي التماثيل، وبنلاحظ ان في حد بيراقبهم، واخيرا قدروا يعرفوا المكان اللي في الصوره واللي بيكون عباره عن جزيره واللي كان موجود عليها جد كاترين في الصوره، وتاني يوم بداوا البحث عن السفينه لكنهم بيسمعوا كاترين بتصرخ وهو بيحاول يطلعها، هما ال3 بينزلوا على المنحدر على الشجره لحد ما لقوا نفسهم على السفينه المفقوده، وكاترين بتلاقي خاتم جدها الكبير
وبتقول له ان ده اكيد جدها، ولما حرك هيكله العظمي ما خدش باله من التمثال اللي جنبه. وفي نفس الوقت سيمون وديفيد بيلاقوا جذع شجره مليان ذهب ونزلوا بسرعه عندهم، وقبطان السفينه جاب لهم الاسعافات الاوليه. وجاكي بيقول لهم ان اللي جاب السفينه هنا اكيد اعصار، وبيروح معاهم عند جذع الشجره وبيلاقي ان هو مربوط بسلسله في السفينه، ولو فكوه الجذع هيقع لتحت. وبيطلع ان اللي كان بيراقبهم هو جون صاحب القصر اللي جاكي كان عاوز يسرقه. وفجاه بتظهر مجموعه قراصنه واللي بيهددوهم عشان يسرقوا كل اللي معاهم، وجون بيقول لهم ان رئيسه هيديلهم كل الفلوس اللي هم عايزينها، فبياخدوه معاهم. وبيسألهم القرصان هم جايين هنا ليه، لكن جاكي ساعتها بيضغط على الار بي جي وبتطلع منه قذيفه وبتفضل تلف مع الاغصان لحد ما بتتعلق فوق، وعلى طول كلهم بينزلوا في القتال مع بعض، وجاكي بيضرب فيهم وبيرمي القبطان للجنب التاني، والقرصان بيرمي راس الافعى عند ديفيد، والبنتين بيضربوا القرصان بعظم جدها على دماغه، وجاكي بيعدهم بره السفينه واحده واحده، وديفيد بيرمي التمثال لجاكي عشان ياخدها، وكاترين بتاخد السلاح وبتضرب بيه وهي مش عارفه تتحكم فيه. وقبل ما يهربوا القراصنه بيوقفوهم تاني، وبيلاقوا ان القاذفه عماله تتمرجح مع غصن الشجره، وكل واحد فيهم خايف انها تقع عنده. وواحد من القراصنه وهو طالع بالغصن بيثبتها، فقالوا له اوعى تتحرك، فخافوا ساب الغصن، فبتقع القاذفه في النص وبتنفجر. وبيلاقوا تمثال كمان وبياخدوه وهم بيحاولوا يهربوا، وكوكو بتلاقي سبيك الذهب فبتاخدها معاها، وبياخدوا الراسين وبيقرروا يفكوا السلسله عشان الشجره تاخدهم وتنزل لتحت ويهربوا، لكنه كان معلق والقراصنه جت تاني وضربوا عليهم رصاص. فجاكي بيرمي لهم عش النحل عشان ينفجر عندهم، والنحل بيتلم عليهم كلهم، وبعدها بيرموا قنبله عند السلسله والنحل بيروح عندهم تاني، فبيرموا قنابل دخان عشان يبعدوهم، والسلسله بتتحرك اخيرا والجذع بينزل بيهم. اما القراصنه فالنحل اللي اسوعهم على الاخر، وجاكي وفريقه بيتزحلقوا لحد ما نزلوا في الميه، وجالهم القبطان اخيرا عشان يرجعهم بالراسين والذهب كمان، وركبوا السفينه وسحبوا معاهم الجذع اللي مليان ذهب، وفضلوا يحتفلوا على السفينه لحد ما اتسطلوا. وكوكو وهي بتساعد جاكي بتشوف صور التماثيل اللي 12 مع جاكي، وجاكي بعد ما بيفوق بيحاول يتصل كتير بواحده على التليفون، وكوكو بتفهم انهم جايين عشان يدوروا على التماثيل مش على جد كاترين، وجاكي بيبقى مش عارف يرد عليها ويقول لها ايه، وهي بتقول له انها فكرت ان هو عايز يرجع التماثيل لبلده، وبتضربه بالقلم عشان يستغلها وخان بلده. وبيتفاجئ ان جذع الشجره اتقلب في المحيط، وبسرعه نزل عشان يلحقه، لكنه بيلاقي الدهب كله وقع منه وملحقش منه ولا حاجه. ولما طلعوا للمركب كوكو بتديله السبيكه اللي معاها، لكن جاكي بياخدها وبيرميها هي كمان. واول ما كوكو مشيت قال لهم حددوا موقع الذهب بسرعه عشان هنرجع نجيبه تاني، وخلاص كل التماثيل اللي لقوها اتباعت في المزاد، ومظاهرات كتير بتحصل في الصين عشان الاثار بتاعه بلدهم اللي بتتباع في المزاد. وكوكو بتتفاجئ ان زمايلها اتضربوا وراحوا المستشفى، وراس التنين شركه اي ام بي لقوه وهيدخل هو كمان في المزاد الاسبوع الجاي، وبيعرفوا ان اكيد رجاله الشركه هم اللي ضربوا رجاله كوكو. وبعد المظاهرات اللي حصلت كتير محدش في المزاد بيرضى يشتري راس التنين، فبيطلع رئيس الشركه وابنه مايكل وهم متضايقين جدا، وكوكو بتبقى مع اخوها واتنين من زمايلها واللي كانوا بيتجسسوا على الشركه عشان يعرفوا مكان التماثيل، لكن الحرس بيقبض عليهم. وكوكو بتروح بعدها لجاكي وبتقول له ان اخوها اتخطف وكمان اتنين من زمايلها وهي الوحيده اللي قدرت تهرب، وبتطلب منه يساعدها عشان تلاقيه. وجاكي بيرن على جونسون وبيقول له ان لوحه الازهار اللي كان عايزها معاه، وبعدها جونسون بيروح له، فجاكي بيمسكه وبيهدده وبيساله على مكان المصنع السري بتاع الشركه، فبيقول له على المكان السري فعلا. وبيروحوا هما الاثنين لمايكل وبيدوا له لوحه الازهار اللي كان بيدور عليها، وقال لهم ان هو لازم يفحصها الاول، ودخلوا معاه للمصنع السري. وجاكي بيقول لها ان هم هنا بيزوروا اغلى التحف في العالم وبيبيعوها على انها اصليه بملايين الدولارات. وبيلاقي جاكي هناك زميله القديم واللي اسمه فولتر، واللي بيكون مش طايقه لانه مغرور جدا وفاكر نفسه احسن من جاكي، وكمان كان سرق منه تمثال قديم، فبيهزقوا جاكي عشان فولتر يتحداه في القتال. وفعلا القتال بيبدا بينهم هما الاثنين، واللي هينزل من على الكنبه هيكون هو الخسران، وهما الاثنين بيبقوا اقوياء جدا وبيعملوا نفس الحركات من غير ما حد فيهم ينزل من على الكنبه، لحد ما جاكي بينجح ان هو يرمي فولتر وقال له ان هو لسه لامس الكرسي. وبيجي مايكل وبيوقفهم، وبوني بتلاحظ ان هما بيجهزوا الاكل لحد مسجون، ومايكل بيقول لجاكي ان اللوحه سعرها غالي جدا، فقال له ان هو هيعمل له خصم بشرط انه يديله الثلاثه اللي هو حابسهم. وساله مين دول، قال له اللي محبوسين هناك، فقال له مايكل محدش محبوس هنا. فبيجري جاكي عشان يثبت لمايكل ان هم هنا، والحراس بيجروا وراه عشان يحاصروه، وهو بيحاول يهرب عشان يلاقيهم والحراس وراه، فبيضربهم جاكي وبيعمل حركات غريبه وحاول يضربهم لكنهم كانوا اكتر منه ومسكوه، وبوني بتحاول تساعده عشان يهرب منهم، وبيكمل جاكي ضرب فيهم، وبوني بتدخل في قتال مع مساعده مايكل، وجاكي بيضرب باقي الرجاله وبيكمل جري، وبوني مش بتقدر توقعها وبتنزل وراها عشان يكملوا القتال مع بعض. ومايكل بيقول لفولتر ينزل ويقضي على جاكي، ولكن فولتر بيقول له ان 5 على 1 مش عادل، وفضل جاكي يضرب فيهم لحد ما خلص عليهم كلهم. واثناء القتال حصل مشكله في مفاعل الطاقه بتاع المكان، وجاكي بيدخل وبيضرب باقي الحراس كلهم واحد واحد، لكن المفاعل بدا ينفجر والمكان كله بيتدمر، وجاكي اخيرا بيقدر يوصل لاخو كوكو. وفي نفس الوقت وصل صاحب الشركه ولقى المكان كله متدمر واتضايق جدا، وبيزعق لابنه مايكل لانه خطف رجاله جاكي، ولما عرف ان معاه لوحه الازهار قال له خد رجالتك وامشي وهنتقابل تاني عشان نعمل اتفاق. واول ما مشي قال لي فولتر عندي مهمه ليك، وبنشوف فولتر بعدها وهو واخد راس التنين وطاير.
والاخبار بدات تتكلم ان صاحب شركه AMB لو راس التنين ما جالهاش سعر كويس في المزاد هيرميه في قلب البركان. وفعلا وسائل الاخبار كلها بتروح تحت البركان والمزاد بيتوقف، وصاحب المزاد كلم فولتر وقال له ارميه في البركان، وفعلا نزل هو وزمايله من الطياره عشان يطيروا فوق البركان. لكن ساعتها بيظهر جاكي وبيمسك فولتر وبدا يتقاتل معاه في الجو لحد ما قدر ياخد راس التنين، وكلهم مسكوا فيه عشان ما يهربش. ولما حاول يهرب بيرمي الراس بعيد عنه عشان يفلت منهم ويحاول ياخده تاني، لكن واحده منهم حاولت تعطله لكنها بتفقد الوعي في الجو، فبينزل بسرعه جاكي وبيحاول ينقذها وبيفتح المظله بتاعتها وبيقول لصاحبها يلحقها، وبينطلق بعدها ورا فولتر اللي كان رمى التمثال خلاص. لكن جاكي بيروح وراه وبيفتح المظلات قبل ما يخبطوا في الطياره، وعلى طول الاتنين سابوا المظله وراحوا ورا التمثال، وفولتر مش سايبه في حاله ومسكه وفتح المظله بتاعته، لكن جاكي بيفلت منه عشان يروح ورا الراس بدون اي مظله، وقدر فعلا يمسكه قبل ما ينزل في البركان، وخلى البدله بتاعته تتفتح وتتنفخ كانها بالونه، وفضل ينزل على الجبل ويخبط في الصخور، والبدله بتاعته بدات تنفجر وهو لسه بينزل وبيتضرب في الصخور لحد ما اتبهدل ووقف وهو مصاب جدا، وعظم جسمه كله اتكسر ووقع على الارض، وكلهم كانوا مصدومين من اللي جاكي عمله عشان ينقذ اثار بلده. وفولتر وصل هو كمان لعنده وقال له ان التمثال ليك عشان انت تستاهل، وبتوصل الطياره لعند جاكي اخيرا، وبعدها بيقبضوا على صاحب الشركه عشان بيلاقوا عنده لوحات مسروقه كتير، والاخبار بتتكلم عن رجوع كل التحف والاثار لبلدها الاصليه تاني، وكلهم كانوا عند جاكي وحتى فولتر كان معاهم. وجاكي بيجي له اتصال اخيرا من الست اللي كان بيحاول يكلمها طول الفيلم، وكاترين بتدي لكوكو اللوحه اللي كانت عايزه تاخدها عشان ترجعها لبلدها كهديه، وبتوصل الست الغامضه اخيرا واللي بتطلع مرات جاكي واللي بيفرح جدا اول ما يشوفها. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان يوصلك كل الافلام الجديده، وسلام.